الجيل القلق مش وصف عيب في الجيل نفسه. التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي قلبت شكل الحياة في وقت قصير جدا. قدامنا اختيار من اتنين: يا اما نسيب التكنولوجيا تبلعنا وتشكلنا على مزاجها، يا اما نستخدمها بادراك ووعي فنحد من تأثيراتها السلبية علينا. دلوقتي جيل كامل قاعد في الأوضة، الموبايل في ايده ودماغه مليانة قلق وخوف وتوتر وشك في نفسه. السوشيال ميديا بتشتغل زي مخدر رقمي خفيف بيشدك انك ترجع له مرارا وتكرارا. البنت دي بتطفي الموبايل كل ليلة وهي حاسة ان حياتها مملة جدا مقارنة بيهم، وتنام وهي مكتئبة من المقارنة المستمرة. السوشيال ميديا زودت النار بنزين لكنها ما ولعتش النار من العدم. النار أصلا مولعة من ضغوط الحياة الحديثة. منظومة القلق عند الجيل ده نتيجة تفاعل عدة عوامل مع بعض. أهلا بيكم في بودكاست طبيبك مع الدكتور عمرو عياد، أول بودكاست طبي باللغة العربية والإنجليزية في الوطن العربي. كل أسبوع بنقدم لك محتوى طبي وعلمي عن صحة العمود الفقري والمفاصل، الصحة النفسية، الوقاية من الأمراض، التغذية وحاجات تانية كتير. يلا نعيش بصحة وسعادة. من 20 سنة بس كنا بنلعب كورة في الشارع لحد المغرب. كنا بنروح النادي ونرجع متبهدلين من كتر اللعب. كنا بنقعد على الترابيزة مع أصحابنا ونتكلم من غير موبايلات. كنا بنضحك ونهزر مع العيلة بالساعات. كنا بنتمشى في الشارع لحد ما الليل يجي. دلوقتي جيل كامل قاعد في الأوضة، الموبايل في إيده ودماغه مليانة قلق وخوف وتوتر وشك في نفسه. هل دي صدفة ولا فعلا إحنا قدام جيل بيتربى على القلق؟ في كتاب اسمه The Anxious Generation لمؤلف وعالم اجتماع اسمه جوناثان هايدت. الراجل بيقول لأول مرة في التاريخ أطفال عندهم 10 و12 سنة بيظهر عليهم أعراض قلق واكتئاب زي الكبار. وده مش كلام مرسل، دي إحصائيات حقيقية بتدق ناقوس الخطر. كلمة الجيل القلق مش وصف عشوائي، دي ظاهرة اجتماعية ونفسية موثقة بالأرقام. عندك مثلا معدلات الاكتئاب عند المراهقين تضاعفت تقريبا من 2010 لحد النهاردة. مثلا في أمريكا ارتفعت النسبة من حوالي 8% سنة 2009 لحوالي 16% في 2019. نسبة القلق والمشاعر السلبية عند البنات في سن المراهقة وصلت لأرقام قياسية تاريخيا. تقريبا 3 من كل 5 بنات مراهقات حاسين بحزن أو يأس مستمر في 2021. حتى في الجامعات مكاتب الاستشارات النفسية في بعض البلاد زي أمريكا مش ملاحقة على الطلب. في 2019 مثلا 90% من مراكز المشورة الجامعية قالوا إن الطلب على خدماتهم زاد بشكل ضخم، ومعظمها في قائمة انتظار طويلة. خلينا اديكم أمثلة. شاب عنده 18 سنة ما بيعرفش ينام غير بعد ما يشيك آخر الأخبار وعلى الانستجرام بتاعه. بنت عندها 20 سنة مش قادرة تذاكر عشان طول الوقت حاسة إنها أقل من الناس اللي بتشوفهم أونلاين. حتى طفل عنده 12 سنة جات له بانيك أتاك أو نوبة هلع عشان اتشال من على جروب واتساب فجأة. مراهق عنده 15 سنة كل ما ينزل صورة على السوشيال ميديا يقعد يستنى اللايكات، ولو محدش اداله اهتمام كفاية بيمسح الصورة ويقعد بقية اليوم وممكن حتى بقية الأسبوع مكتئب وحاسس إنه مش محبوب. تخيل إنك فاتح لعبة على الموبايل، كل مرة تضغط فيها تستنى جايزة أو مفاجأة، مرة تكسب ومرة تخسر، لكن عقلك بيفضل مترقب للمرة الجاية. نفس الفكرة كانت بتحصل زمان لما حاجة زي التليفون الأرضي مثلا بترن فجأة، قلبك بيدق كل مرة قبل ما ترد. دلوقتي الموبايل بإشعاراته بيعمل كده مئات المرات في اليوم، كل إشعار بمثابة دفعة كيميائية صغيرة في دماغك. الموضوع أشبه بإنك تفتح باب فتلاقي هدية صغيرة أو يمكن ما تلاقيش حاجة. دماغك بيتبرمج إنه يستنى المفاجأة دي كل شوية، كل تمريرة أو سكرول على الفيد، كل إشعار أو نوتيفيكيشن، كل لايك جديد بيخلي المخ يفرز دفعة من الدوبامين اللي هي المادة المسؤولة عن الشعور بالمكافأة والمتعة، والمخ ببساطة بيتعود عليها. ولما تحاول تبطل أو تقلل تحس بفراغ وملل، فتضطر تفتح تاني عشان تدور على الجرعة الصغيرة دي من المتعة الرقمية. فكده نقدر نقول إن السوشيال ميديا بتشتغل زي مخدر رقمي خفيف بيشدك إنك ترجع له مرارا وتكرارا. احنا كنا عملنا فيديو عن مرض تعفن الدماغ، هنحط لكم الرابط في صندوق الوصف. بس يا جماعة مش كل مشاكل القلق سببها فيسبوك وانستجرام وتيك توك، في عوامل تانية مولعة الدنيا من الأساس. ضغوط اقتصادية مثلا، الأسعار بقت كتير ونسبة البطالة بقت مرتفعة، ده طبعا في العالم كله. الواحد بقى مستقبله الوظيفي غامض، الشباب طالع على عالم صعب ماديا.
منافسة دراسية شديدة، كل طالب حاسس انه لو ما جابش 100% او على تقدير حياته هتبوظ، فضغط الدراسة بقى رهيب ومستمر. عندك كمان التفكك الأسري، العيلة ما بقتش زي زمان، كل واحد مسك موبايله على حدة، والأوقات اللي بتتجمع فيها قلت جدا، حتى وجبات الأكل مع بعض بقت نادرة. وعندك كمان قلة النوم، شباب كتير بيناموا أقل من 6 ساعات في اليوم بسبب السهر على النت أو التوتر، وقلة النوم بتزود القلق والتعب النفسي. بمعنى آخر السوشيال ميديا زودت النار بنزين، لكنها ما ولعتش النار من العدم. النار أصلا مولعة من ضغوط الحياة الحديثة، منظومة القلق عند الجيل ده نتيجة تفاعل عدة عوامل مع بعض. في علم النفس في مفهوم اسمه cognitive overload أو الحمل الإدراكي الزائد، يعني مخك بيشيل أكتر من طاقته الاستيعابية. تخيل كمية المعلومات والمقارنات اللي بتعدي على عينك كل يوم على السوشيال ميديا، كل سكرول على الفيد مئات الصور والقصص بتمر قدامك في ثواني معدودة، كل نوتيفيكيشن مقارنة اجتماعية جديدة بينك وبين حد تاني، كل صورة مثالية لحد بتديك إحساس إن حياتك أقل قيمة وأقل نجاح. في كمان نظرية معروفة في علم النفس اسمها Social Comparison Theory أو نظرية المقارنة الاجتماعية. ببساطة احنا بطبيعتنا كبشر بنقارن نفسنا باللي حوالينا علشان نحدد قيمتنا او مركزنا. زمان كنت بتقارن نفسك بجارك، بزميلك في المدرسة، بابن عمك، كانت دايرة المقارنة كده صغيرة ومحدودة. دلوقتي انت بتقارن نفسك بمئات الالاف يمكن ملايين الاشخاص حوالين العالم، وكمان بتقارن نفسك باسعد واجمل اللحظات المصورة في حياتهم. كمان كل واحد بينشر احسن ما عنده، بس ما هو مفيش حد بيصور خيبته، والنتيجة احساس مزمن انك اقل من الناس كلها، دايما حاسس ان في حد احسن منك في كل حاجة. وده يجرنا المفهوم مرتبط اسمه الخوف من فوات الشيء أو fear of missing out FOMO. طول ما أنت شايف غيرك بينزل صور وهو مبسوط وبيسافر وبيخرج مع أصحابه، طبيعي هيجيلك شعور إنك بره الدايرة وإنك فايتك حاجات مهمة. الإحساس المستمر إنك محروم من المتعة أو التجارب اللي غيرك عايشها بيولد جواك قلق وتوتر إنك مش بتلحق الدنيا. السوشيال ميديا بتغذي الشعور ده، كل ما تفتح وتشوف نشاطات الناس التانية معروضة قدامك طول الوقت. خلينا أحكي لكم على بعض القصص. بنت في الجامعة قبل ما تنام لازم تفتح انستجرام وتشوف صور صحابها والمشاهير، بتشوف الناس عايشة حياة شكلها مثالي، سفر، خروجات، أشكال جميلة، ابتسامات. البنت دي بتطفي الموبايل كل ليلة وهي حاسة إن حياتها مملة جدا مقارنة بيهم، وتنام وهي مكتئبة من المقارنة المستمرة. أو ولد عنده 16 سنة اتخانق مع شلة من صحابه في المدرسة، ففوجئ إنهم شالوه من جروب الواتساب بتاعه. الولد جات له نوبة هلع أو بانيك أتاك حادة من الصدمة، وحس إنه مرفوض ومنبوذ، واضطروا يودوه المستشفى عشان يهدوه. خوف اجتماعي حقيقي سببه حركة ممكن تبان بسيطة لكنها مؤذية نفسيا. أو راجل حتى في أواخر العشرينات موظف في شركة، كل نص ساعة يسيب شغله ويمسك الموبايل عشان يشيك على تويتر أو تيك توك أو انستجرام بسرعة. الموضوع بقى إدمان لدرجة إنه مش قادر يركز 10 دقايق على بعض من غير ما يبص على شاشة. انتاجيته في الشغل اكيد قلت، وكل يوم بيرجع البيت حاسس انه مشتت ومضغوط لان الشغل متراكم عليه. حتى بنت عندها 14 سنة نشرت صورة عادية ليها على الانستجرام، بعيدا يعني عن ان ده صح او غلط، حلال او حرام، وعدى ساعتين ومحدش عمل لايك غير عدد قليل جدا، ومحدش علق. البنت مسحت الصورة بسرعة لانها اقتنعت انه محدش مهتم بيها. قعدت باقي اليوم حزينة بتفكر، هو انا وحشة ومملة للدرجة دي؟ هو انا فعلا ماليش قيمة عند الناس؟ الحالة المزاجية بتاعتها بقت مرهونة بعدد اللايكات اللي بتاخدها، وثقتها في نفسها نزلت لتحت الصفر بسبب تقدير وهمي من السوشيال ميديا. القصص دي ممكن تكون سمعتها قبل كده او شفت زيها حواليك، لكن للأسف دي بقت شائعة جدا في جيلنا الحالي. طيب هل بقى الموضوع كله سوداوي وسلبي؟ أكيد لا، لازم نعترف إن التكنولوجيا والسوشيال ميديا جوانب مضيئة وإيجابية كمان. فرص عمل وشغل، السوشيال ميديا طبعا ساعدت ناس كتير يلاقوا وظائف أو يعملوا مشاريع خاصة بيهم أونلاين. التواصل الرقمي فتح أسواق وفرص جديدة لأي حد عنده مهارة. تعليم والمعرفة، بقى في منصات كتير مليانة كورسات مجانية ومصادر تعلم في كل مجال تقريبا، والمعلومات بقت أسهل في الحصول عليها. في كمان ناس كتير كان عندهم احساس بالوحده او الاختلاف في محيطهم، قدروا عبر الانترنت ان هم يلاقوا مجتمعات تشبههم وتدعمهم. السوشيال ميديا خلت الواحد يحس انه مش لوحده في مشاكله او اهتماماته، وقدمت متنفس للتعبير عن النفس. لكن الفرق هنا كله في الجرعه والاستعمال. زي اي دواء واي اداه، الاستخدام الصحيح والمعتدل بيفيد، والجرعات الزايده او الاستعمال الخاطئ ممكن يقلب لسم ومصدر ضرر. طب نعمل ايه بقى؟ نحل الاشكاليه دي ازاي؟ مش هنقول لك سيب الموبايل بقى خالص وارميه في البحر، لان ده مش واقعي في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، انما في شويه خطوات كده صغيره ممكن نجربها تخفف من التاثير السلبي وتخلي حياتنا اهدى. في مصطلح كده جديد اسمه ديتوكس رقمي او صيام الكتروني. حاول تاخد يوم كل اسبوع من غير اي موبايل او سوشيال ميديا خالص. اليوم ده ركز فيه على حاجات تانية، اخرج للطبيعه، اقعد مع اهلك، اقرا كتاب، اعمل اي نشاط بعيد عن الشاشات. هتكتشف ان الحياه
الحياة لسه فيها متعة بعيد عن الانترنت، وهتحس براحة نفسية غريبة في اليوم ده. مع الوقت طبعا ممكن تزود ده على قد ما تقدر، ولو ما قدرتش انك تستغنى يوم كامل عن التليفون ممكن تستغنى عنه جزء من يومك. تاني حاجة، بدل ما تبعت لصاحبك يعني ايموجي او رسالة، كلمه على طول في التليفون. حاول تشوفه او تقعد معاه وتضحكوا وتهزروا وتخرجوا وتقعدوا. الخروج مع الاصحاب والعيلة لمكان فيه طبيعة ليها تأثير سحري ضد القلق. التواصل الإنساني الحقيقي بيشبع احتياجاتنا النفسية بشكل أعمق من اللايك والكومنت. خلي عندك على الأقل يوم في الأسبوع تقابل فيه حد غالي عليك وتتواصل معاه من غير أجهزة. تالت حاجة، الرياضة. جسمك مش معمول يقعد متكتف على كرسي بالساعات قدام شاشة. الحركة البدنية حتى لو مش رياضة جامدة زي المشي نص ساعة يوميا بتشتغل كمضاد قلق طبيعي. تمارين بتخلي مخك يفرز هرمونات سعادة زي الاندورفين اللي بتحسن المزاج وتقلل التوتر، وكمان بتحسسك بإنجاز وتشحن ثقتك في نفسك جسديا ونفسيا. لما تحس بضغط او قلق انزل اعمل شويه حركه، هتفرق جدا معاك. رابع حاجه، النوم الكافي. حاول تنام على الاقل 7 ل 8 ساعات يوميا، نوم عالي الجوده بشكل منتظم. قله النوم بتخلي المزاج وحش جدا وتزود القلق والعصبيه. لما تكون نايم كويس تركيزك بيكون اعلى وقدرتك على مواجهه المشاكل بتكون احسن. نظم مواعيد نومك وابعد الموبايل قبل النوم بوقت كافي على الاقل ساعه عشان مخك يعرف يهدى ويدخل في النوم من غير ما يفضل متحفز. نوم كافي يساوي صحه نفسيه احسن. خامس حاجة، ما تقارنش حياتك كلها بصورة مثالية بين حياة غيرك. كلنا عندنا مشاكل وتفاصيل مش بننشرها. افتكر دايما ان اللي بتشوفه اونلاين هو اجمل لحظات الناس بعد ما عدت على فلتر. لو حد او صفحة بيسبب لك احباط او بتخليك تحس انك قليل، اعمل لها تجاهل او الغاء اصلا، ما تتابعهاش. املى الفيد بتاعك بناس وصفحات بتلهمك وتفيدك مش بس بتستفزك. وكمان قلل التنبيهات اللي مش ضرورية عشان ما تقطعش يومك كل شوية بدون لازمة. سادس حاجة، حط حدود رقمية لنفسك. حدد اوقات معينة تدخل فيها على السوشيال ميديا خلال اليوم بدل ما تفضل فاتح طول الوقت. مثلا قرر انك مش هتبص على الموبايل اول ساعة بعد ما تصحى او قبل النوم مباشرة، او انك هتتصفح مرتين 3 في اليوم في اوقات محددة وبقية اليوم تسيب التليفون على جنب خالص. لما تعمل جدول لنفسك هيحميك من التشتت المستمر وهيعلم مخك ان مش كل ما يجيلك ملل تمسك الموبايل تلقائيا. سابع حاجة، اطلب المساعدة عند اللزوم. لو حاسس ان القلق او الاكتئاب مسيطر على حياتك ومخليك مش قادر تأدي وظائف حياتك بصورة صح، ما تترددش تطلب مساعدة متخصصة. كلم اخصائي نفسي او احكي لشخص تثق فيه، اخ، اخت، صديق، مدرس. احيانا مجرد الفضفضة والدعم بتفرق، ولو الموضوع كبير المختصين عندهم طرق علاج وتمارين فعالة. تفتكرش ان ده ضعف، العكس تماما. انك تواجه مشكلتك وتدور لها على حل ده تصرف شجاع وقوي. صحتك النفسية تستاهل انك تهتم بيها زي صحتك الجسدية بالظبط. الجيل القلق مش وصف عيب في الجيل نفسه، لكنه انعكاس لعالم اتغير بوتيرة اسرع بكتير من قدرتنا احنا كبشر ان احنا نستوعبه بسهولة. التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي قلبت شكل الحياة في وقت قصير جدا. قدامنا اختيار من اتنين، يا اما نسيب التكنولوجيا تبلعنا وتشكلنا على مزاجها، يا إما نستخدمها بإدراك ووعي فنحد من تأثيراتها السلبية علينا. في النهاية لو أنت من الجيل ده وحاسس إن القلق مسيطر عليك، افتكر إنك مش لوحدك وإن الشعور ده منتشر وعلاجه ممكن. ما فيهاش حاجة أبدا إنك تطلب المساعدة أو تحكي عن اللي جواك. ده مش ضعف أبدا، دي قوة وشجاعة إنك تواجه مخاوفك. خلي التكنولوجيا خادم ليك مش سيد عليك، وافتكر تعيش حياتك الحقيقية بعيد عن الشاشات كل فترة علشان توازن الدنيا. احنا الجيل اللي لازم يتعلم يروض التقنية دي قبل ما هي تروضه، ومع شوية وعي وشجاعة هنقدر نحول القلق لقوة تدفعنا لقدام بدل ما تشدنا لورا. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.